كتير جدا من الناس بتقول اللي احنا عندنا بوريك، بس عايز اقول لكم عندنا كل اطوال وانواع الاكستنشن، الشعر الطبيعي. انا جيت ريزلت جروب لان انا كنت عايزه حاجه تزود فوليوم الشعر عندي، وفي نفس الوقت ما كنتش واثقه في اي ماتيريال. قعدت شفت ريفيوهات كتير، جيت انا مش عارفه انا عايزه ايه الصراحه. هم الستاف لطيف جدا، رشحوا لي الحاجه اللي تناسبني بالظبط، وانا راضيه عن النتيجه بشكل كبير، وحاسه انها مش هتضر شعري، وخاصه ان هم لقوا لي نفس اللون اللي انا عايزاه لشعري، نفس كل حاجه، فانا انبسطت واكيد هكررها تاني. احنا واخدين 250 جرام. اوكي 250 جرام ده اكستنشن على طول وكثافه شعر بالظبط. انا عايز اقول لكم اصلا بجد يعني معلش ممكن بصوا، يعني الفكره كلها اللي اصلا ده طول اصلا شعر الدكتور، بس الفكره كلها انها خدت نفس طول شعرها. اوكي هي كانت محتاجه بس تزود الكثافه بالظبط. الفوليوم يبقى اقوى واحسن، صح كده؟ ودي النتيجه. انت مبسوطه يا دكتور؟ جدا. طب ايه رايك في الكواليتي والماتيريال؟ لا انا مش حاسه يعني انا وانا ماسكه حاسه ماسكه شعري، يعني هو نفس شعري، حتى الدرجه بتاعت الصبغه بتاعت اللون طلعت بالظبط لون شعري الصراحه. بالعكس، لا انا عارفه ان انا هاجي تاني. شوفوا هرشحكم، ما تقلقوش، هرشحكم ناس كتير. ده شرف لينا طبعا بجد يا دكتور، نورتي وشرفتي مكاني.